هلو. سبق واتكلمنا عن الريل نمبرز صح كده؟ عاوزين نكمل كلامنا عليها بس من زاويه مختلفه شويه. عاوزين نتعلم ازاي نعمل ادنج وسبتراكت ومالتبلاي وديفايد للريل نمبرز، وده بيأكد لنا ان الماس دايما مرتبط ببعض والدروس دايما بتكمل على بعض. اوكي، تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. يلا بينا. Operation real numbers. Real numbers like integers say 5, 3, like fractions say 2 over 5, say decimal say 3.2, like roots say root 5, 2 root 3, 5 cubic root 7. كل النمبرز عاوزين نتعلم ازاي نعمل لها بلس وماينس وباي وديفايد. انت اوريدي بتعرف تعمل باي وديفايد وبلس وماينس للانتجرز للفراكشنز للديسيمالز، بس الجديد عليا ازاي اعمل بلس وماينس وباي وديفايد لحاجات فيها روتس او كيوبيك روتس. اوكي، هو ده الجديد اللي عندنا اللي عاوزين نتعلمه النهارده. Before starting, let's take some examples بسيطة أوي وكنا بنحلها في prep 1. لو مثلا عندي 2x plus 5x power 2 minus 2x minus 2x power 2. question زي كده في x وفي x power 2، كان عيني على طول بتاخد بالها ان عندي ايه؟ كان عندي حاجة زمان خدتها اسمها like term. like term like term زي 2x والنيجاتيف 2x، الاتنين فيهم نفس الليتر بنفس الباور، فكنت بقول عليهم ايه؟ like term. كنت بعمل like term مع بعض، يعني 2x minus 2x، 2 minus 2 0، يبقى راحوا مع بعض. طب 5x power 2 minus 2x power 2، 5 minus 2 3، x power 2، بحط الليتر بنفس الباور بتاعه عادي جدا. طب ماشي question كمان. لو عندي مثلا 7x plus أو minus أو plus 2x minus 3y plus 5y. نحل questions ده بدور على مين؟ على like term عشان أعمل لهم adding أو subtract together. أوكي، 7x plus 2x، 7 plus 2 9، والx زي ما هي. أوكي، عندي negative 3y plus 5y، negative 3 plus 5 equal 2، والواي زي ما هي. فانا ازاي كنت بعمل بلس وماينس للترم زي دوت؟ كنت بدور على مين؟ على اللايك ترم. نفس الفكره بالظبط اللي بشتغل عليها النهارده. انا بدور على اللايك ترم في الروتس، بدور على اللايك ترم عشان اقدر اعمل لهم بلس وماينس. طب يا مستر، اللايك ترم في الليترز كان الموضوع بسيط، انت كنت بتدور على نفس الليتر بنفس الباور. ازاي تعرف اللايك ترم في حاجات فيها روتس؟ يعني نفهمها مع بعض. انا لو عندي شويه ترمات زي كده، زي 5 root 2، 3 cubic root 2، 7 square root 5، 4 square root 2، 9 square root 5، 4 cubic root 2، 3 square root 2. دي شوية numbers، ممكن نزودها كمان، ممكن مثلا 5 cubic root 3. دي شوية ترمات فيها square root فيها cubic root. عاوز أعرف مين فيهم like together. يلا ندور. ازاي أعرف إن هما like؟ لازم يكون فيهم نفس الروت بنفس النمبر اللي جواه، نفس الروت بنفس النمبر ايه اللي جواه. يعني عندي هنا دي سكوير روت 2، اللي يهمني النمبر اللي جوه السكوير روت، سكوير روت 2. مين لايك تاني؟ مين لايك ليها؟ اللي فيها سكوير روت 2 زي دي. مين تاني سكوير روت 2 زي دي؟ يبقى ال 5 سكوير روت 2
like لل 4 سكوير روت 2 like لل 3 سكوير روت 2. التلاتة دول لايك ترم لبعض، فاقدر اعمل لهم بلس وماينس مع بعض. طب في حد تاني لايك ترم؟ اه يا مستر، انا عندي هنا كيوبيك روت 2 وكيوبيك روت 2. هل اقدر اخد معاهم الكيوبيك روت 3؟ لا. يبقى الحاجات اللي فيها كيوبيك روت 2 دول لايك ترم لبعض. مين تاني لايك ترم؟ الحاجات اللي فيها روت 5 دي روت 5، دي روت 5، دول لايك ترم لبعض. اوكي. يبقى انا ازاي اعرف ان هم لايك ترم؟ لازم يكون فيهم نفس الروت بنفس النمبر اللي جواه، نفس الروت بنفس النمبر ايه اللي جواه، ساعتها هيبقى لايك ايه ترم. طب الكوفيشن، النمبر اللي بيسايد الروت، النمبر اللي من بره دوت، ما يهمنيش في حاجه، ما يهمنيش ايه في حاجه. اوكي ماشي. تعال ناخد some questions ونفكر مع بعض. عندي question بيجي لي بالشكل دوت، بيقول لي ايه find the result of each of the following in simplest form. اوكي، وبيديني question بالشكل ده 3 root 5 minus 4 root 5. اوكي، الاتنين روت 5 مفيش مشكلة، حلوة قوي. يبقى الإجابة هتكون أكيد روت 5. بس مين بقى النمبر اللي جنبهم؟ أنا عندي هنا coefficient 3 minus 4. 3 minus 4 بنيجاتيف 1 روت 5 زي ما هي. فاكر لما كنت بتعمل 3x minus 4x بتعمل ايه؟ 3 minus 4 بنيجاتيف 1 بحط الاكس زي ما هي. نفس الكلام 3 روت 5 minus 4 روت 5 بنيجاتيف 1 روت 5. بس يعني مش شياكة يعني ان احنا ما بنكتبش ال1 ده، بنكتب نيجاتيف روت 5 على طول. طب question كمان 2 روت 5 minus 3 روت 5 بلس روت 5 كلهم روت 5 زي بعض. اوكي صح ماشي، يبقى كلهم لايك تيرم. يلا بينا بقى نحلها. هشتغل على الكوفيشنز 2 minus 3 بنيجاتيف 1 بلس مين الرقم اللي هنا اللي جنب روت 5؟ 1. وكده عندي 2 minus 3 نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 بلس 1 بزيرو. 0 جنبها مين؟ روت 5. 0 ملتبلاي روت 5 بكام؟ بزيرو. وخلاص مفضلش عندنا حاجة. الكويستشن كمان، تعال نبص بقى هنا في الكويستشن ده. يا مستر دول كلهم مش زي بعض، ده في واحدة روت 5 وفي واحدة تانية خالص كيوبيك روت 2. في واحدة روت 5 واحدة كيوبيك روت ايه؟ 2. دول مش لايك ترم لبعض، دول مش لايك ترم ايه؟ لبعض. وفي حاجات باظت كده مننا، استنوا تعالى نظبطها. لحظة واحدة، مش عارف ليه دخلوا في بعض كده بالشكل ده. مش هتصرف، نعمل بعدوا عن بعض شوية. مشكلة بسيطة حلناها، هي متحلتش قوي بس مش مشكلة. المهم عندي هنا ايه؟ عندي روت 5 وكيوبيك روت 2. فانا عشان اقدر احلها هاخد اللايك تيرم بس اللي مع بعض. عندي هنا 2 سكوير روت 5 وال4 سكوير روت 5 اللايك تيرم مع بعض. ماشي، 2 بلس 4 6، يبقى 6 سكوير روت 5 زي ما هي. تعال نبص بقى على الكيوبيك روت 2. نيجاتيف 3 كيوبيك روت 2 بلس 1 كيوبيك روت 2. نيجاتيف 3 بلس 1 بنيجاتيف 2 كيوبيك روت 2. انا عملت اللايك تيرم توجذر. طب يا مستر هكمل هعمل ايه بعد كده؟ مفيش حاجه تانية تعمل. هو انت زمان لما كان بيجي لك مثلا 2x minus 3y كنت تعرف تعمل حاجه بعد كده؟ تعرف تكمل تعمل اي حاجه بقى؟ خلاص هما الاتنين مش لايك تيرم، خلاص هي دي الانسر، هي دي الاجابه، خلاص خلصت. question كمان 2 روت 7 minus 3 روت 3. مستر ده انا عندي روت 7 وروت 3 دول ديفرنت عن بعض، فانا باخد الروت 7 مع بعض والروت 3 مع بعض. يلا بينا 2 روت 7 بلس روت 7، انا عارف ان دي بلس 1 روت 7. 2 بلس 1 ب 3 روت 7. نكمل نيجاتيف 3 روت 3 بلس 2 روت 3. نيجاتيف 3 بلس 2 بنيجاتيف 1 سكوير روت 3 زي ما هي. خلاص النيجاتيف 1 ما بنكتبش ال 1 دي، خلاص كده يبقى 3 روت 7 ماينس روت 3. دي الطريقه اللي بنعمل بيها بلس وماينس لروتس لريل نمبرز، لحاجات فيها ايه؟ روتس. بدور على ايه؟ على اللايك تيرم. اللايك تيرم اعرفهم ازاي؟
يكون فيهم نفس الروت بنفس النمبر اللي جوه الروت. اوكي، يبقى دول لايك تيرمينال مع بعض اقدر اعملهم بلس وماينس ايه توجذر. اوكي، طب اتفقنا. طب ازاي ممكن اعمل مالتبلاي بقى؟ هديك اكزامبل بسيط قوي 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 قوي، وبعد كده هتلاقي الموضوع سهل. اوكي، هو انت ازاي كنت بتعمل مالتبلاي لو يديك مثلا 3x باي 2x باور 3؟ فكرني كده كنت بتعمل ايه؟ كنت بتعمل النمبر مالتبلاي النمبر. 2 مالتبلاي 3 6، و x باور 1 مالتبلاي x باور 3. كنت بتحط ال x وتعمل بلس للباور، صح كده؟ كنت بتقول لي 1 بلس 3 4، صح كده؟ طب لو كان عندك مثلا 4x باي 2x كنت بتعمل ايه هنا؟ خلينا نكمل. 4x باي 2x كنت هعمل 4 ملتبلاي 2 ايكوال كام؟ ايكوال 8، و x باي x باور 2. ده تقريبا نفس الشكل ونفس الطريقه اللي هنحل بيها الكويشنز الجايه دي. انا عندي هنا ايه؟ انا عندي هنا some questions مديني 2 real numbers عاوز اعمل لهم multiply. هعمل نفس الحركه بالظبط. negative 5 root 2 باي 3 root 2 هعمل الكوفيشن multiply coefficient. negative 5 multiply 3 بنيجاتيف 15. طب root 2 multiply root 2 بروت 2 باور 2، سوري root 2 باور 2. على مهلك يلا. نيجاتيف 15 زي ما هي بره، ملتبلاي روت 2 باور 2. دي حاجه مهمه تبقى عارفها، ان الروت 2 بيتكنسل مع الباور 2، يطلع لي ايه الاجابه؟ 2. نيجاتيف 15 باي 2 بنيجاتيف 30. اوكي، تيجي تجرب تحل انت الجايه، وقف الفيديو جرب تحلها. يلا نكمل. انا عندي هنا 1 over 3 root 3 multiply root 3. يلا coefficient multiply coefficient، يبقى root 3 multiply ال 1 اللي هنا. root 3 by 1 1 over 3. سوري انا كنت بقول root 3، انا قصدي ال 1 over 3 multiply ال 1 1 over 3 multiply. يلا بينا. root 3 multiply root 3 root 3 باور 2. ماشي، ال 1 over 3 زي ما هي. root 3 باور 2 يكنسل الروت مع الباور يطلع لي 3. 1 over 3 باي 3 احسبها على الكالكوليتر تطلع لي 1. طب نكمل كويستشن كمان يا مستر. ماشي على مهل، يلا بينا. انا عندي هنا 2 بره البراكت عامله ملتبلاي مع البراكت اللي هو روت 2 بلس روت 5. فال 2 دي هتعمل ايه؟ ال 2 دي مره تعمل ملتبلاي مع الروت 2 ومره تعمل ملتبلاي مع الروت 5. يلا بينا. 2 ملتبلاي روت 2، ماشي، ما هي ال 2 دي نمبر انتجر عادي، هيعمل ملتبلاي مع ال 1 اللي بره هنا. 2 باي 1 ب 2، والروت 2 تنزل زي ما هي. طب ال 2 هتعمل ملتبلاي مع الروت 5، تعمل ملتبلاي مع مين؟ مع ال 1 اللي بره. 2 ملتبلاي 1 ب 2، جنبها روت 5 عادي جدا. نكمل، تعالى هنا. الروت 2 هتعمل ملتبلاي مع البراكت، فتعمل ملتبلاي مع الاولاني وتعمل ملتبلاي مع التاني. الروت 2 ملتبلاي ال 5، ماشي، ده انتجر وده روت، فال 1 هي اللي هتعمل ملتبلاي مع الانتجر. 1 باي 5 ب 5، والروت 2 جنبها عادي. طب روت 2 ملتبلاي روت 2 بقى ايكوال ايه؟ ايكوال روت 2 باور 2. ماشي، ال 5 روت 5 زي ما هي. ثواني، دي 5 روت 2. انا عملت ال 5 ملتبلاي روت 2 يبقى روت 2. 5 روت 2 زي ما هي بلس. انا عندي هنا سكوير روت مع الباور 2 يروحوا مع بعض يفضل لي 2، يبقى 5 روت 2 بلس 2. اوكي، تعالوا نكمل نشوف questions بشكل مختلف. انا عندي هنا ايه؟ انا عندي هنا ترمات مختلفه شويه عن بعضها، شكلها مختلف شويه، فيها باي وفيها بلس وفيها ماينس وحاجات غريبه كده. تعال نشوف ازاي نقدر نعمل لهم simplify، ازاي نقدر نعمل لهم نفايند ذا ريزلت ونعمل لهم simplify. انا عندي هنا ايه؟ 2 روت 3 ملتبلاي براكت.
طب ماشي، ملتبلاي براكت، يلا نعمل ملتبلاي على مهلنا. 2 روت 3 ملتبلاي 4. ماشي، الانتجر مع الانتجر، ال 2 ملتبلاي ال 4 8، والروت 3 ينزل جنبه. يلا نكمل اللي بعدها. 2 روت 3 ملتبلاي روت 3. ماشي، ال 2 ملتبلاي ال 1 اللي بره دي ايكوال 2. روت 3 ملتبلاي روت 3 يبقى روت 3 باور 2. نكمل. ماينس 4 روت 3 زي ما هي، دي اللي هي كانت بره دي. يلا بينا. 8 روت 3 زي ما هي، بلس ال 2 زي ما هي، باي. هو روت 3 باور 2، الباور 2 يكنسل الروتس، فيفضل لي ايه 3 ماينس 4 روت 3. على مهلك قوي بقى. اول حاجه، انت عندك هنا 2 باي 3 بكام؟ ب 6، حطها من بره. 6 عندي 8 روت 3 ماينس 4 روت 3، مش دول لايك تيرم اللي الاتنين فيهم روت 3 صح؟ 8 ماينس 4 ب 4، بوزيتيف 4. ظل مين؟ روت 3 جنبها. عملت ملتبلاي مع براكت الاول، بدات اجمع اللايك تيرم مع بعض، بس كتبتهم. اوكي، تعال نشوف بقى فكره مختلفه شويه. لما يكون عندي 2 براكتس ملتبلاي بعض، الفكره دي معتمده على حاجات انت اوريدي خدتها في بريب 1. لما كنت بعمل ملتبلاي ل 2 براكتس، كان عندي 2 براكتس مختلفين عن بعض بالشكل دوت. كنت بعمل ملتبلاي ازاي؟ بعمل الفيرست ملتبلاي الفيرست الاول. روت 7 باي روت 7، يلا نكتبها على مهلنا. 1 باي 2 ب 2، روت 7 باي روت 7 يبقى روت 7 باور 2. كده عملت الفيرست باي الفيرست. بعد كده الفيرست اللي هي روت 7 ملتبلاي 3. روت 7 باي 3، خلاص ده انتجر وده روت 3 ملتبلاي 1 ب 3، وروت 7 جنبها. نكمل. انا كده عملت الروت 7 باي الاولاني وباي التاني. هاخد بقى نيجاتيف 1 ملتبلاي 2 روت 7. نيجاتيف 1 باي 2 بنيجاتيف 2، وروت 7 زي ما هي. طب نيجاتيف 1 باي 3 بنيجاتيف 3 يا مستر. دلوقتي بدور على اللايك تيرم على مهلي واحده واحده. اول حاجه الروت 7 باور 2، الروت يكنسل باور 2 يفضل لي 2 باي 7. 2 باي 7 بكام؟ 14 يا مستر. كمل. عندك هنا 3 روت 7 ماينس 2 روت 7. 3 ماينس 2 ب 1، يبقى 1 روت 7 اللي هي روت 7 على طول، ماينس 3. ماشي، فاينل انسر بقى. خد بس ال 14 ماينس 3 ايكوال 11 بلس روت 7. تاني 2 براكتس مختلفين عن بعض بعملهم ملتبلاي ازاي؟ الفيرست باي الفيرست، الفيرست باي السكند، بعد كده السكند باي الفيرست، والسكند باي السكند. خدنا الحاجات دي واحنا صغيرين. الموضوع بيكون مختلف امتى؟ لو انا بعمل ملتبلاي لتو براكتس فيهم نفس النمبرز بالظبط، بس باختلاف ايه بسيط قوي. ايه الاختلاف؟ الساين اللي في النص، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. دي مهمه. لما اكون بعمل تو براكتس ملتبلاي بعض نفس النمبرز بس باختلاف الساين، بحلها ازاي؟ باخد الفيرست اعمله باور 2. باخد الفيرست اعمله باور ايه 2. مين الفيرست؟ اللي هي 2 روت 2، بعملها باور 2. بعد كده بعمل ماينس، دايما ماينس. بعد كده باخد السكند اعمله باور 2. مين السكند؟ ال1. تاني 2 براكتس نفس النمبرز باختلاف الساين، بعملهم ملتبلاي ازاي؟ باخد الفيرست اعمله باور 2 ماينس السكند باور 2. احسبهم يلا. 2 روت 2 باور 2، بعمل الاتنين باور 2. ال 2 باور 2 بكام؟ 4. وروت 2 باور 2 احسبها بعد شويه، ماينس 1 باور 2 ب 1. ال 4 زي ما هي، باي. روت 2 باور 2 يكنسلوا بعض، يفضل لي 2 بس، ماينس 1. 4 باي 2 ب 8 ماينس 1 ايكوال 7. ماشي. طب لو عندي بقى براكت باور 2، دي بتتحل ازاي؟ نفتكرها مع بعض. تيجي نفتكر. كنت باخد الاولاني اعمله باور 2. الاولاني اعمله باور ايه 2 اهو، عليه براكت اهو باور 2. واخد الاخير ده في الاخر خالص بوزيتيف واعمله باور 2.
يبقى اول خطوه عملت ايه؟ خدت الاولاني باور 2 وخدت الاخير باور 2. بعد كده ازاي بجيب النمبر اللي في النص؟ بعمل ال 2 ملتبلاي ال 5 ملتبلاي 2 روت 5 بنفس الساين اللي في النص. ادي الساين اهي ماينس اهي. 2 باي 5 10. 10 باي 2 20 روت 5. كأني عملت 2 باي نيجاتيف 5 باي 2 روت 5. هيطلع لي ايه؟ نيجاتيف 20 روت 5. على مهلك يلا لم الدنيا دي. اول حاجه 2 باور 2 4. روت 5 باور 2، الباور 2 هيكنسل روت فيفضل لي 5 ماينس 20 روت 5 بلس 5 باور 2 ب 25. يلا نلم الدنيا دي شويه. 4 باي 20، 4 باي 5 ب 20. 4 باي 5 بكام؟ ب 20. 20 بلس 25 ب 45 ماينس 20 روت 5. الجزء ده انت محتاج توقف الفيديو وتعيده تاني من الاول. لو فهمته كويس هتوقف الفيديو وترجع خطوه لورا وتجيب ورقه وقلم وتحلهم بايدك. لازم تفتكر كويس ازاي تعمل مالتبلاي تو براكتس، سواء مختلفين او فيهم نفس او فيهم نفس النمبرز باختلاف الساين، او فيهم براكت باور 2. اوكي، الاسئله دي مهمه جدا. احنا تقريبا كده عدينا بسرعه ازاي نعمل بلس وماينس تو لايك تو تيرم لايك لبعض. ازاي نعمل باي وديفايد، او ما هي الباي هي الديفايد مش فارقه كتير، لتو ريل نمبرز. اوكي، دي اهم الافكار اللي احنا خدناها. عاوزين بس نشوف اسئلتها في اللي تشوز. بس قبل ما نشوف دوت، عاوزين نتعلم ازاي نخلي النمبرز ريل simplest form. اوكي، يلا معانا. هو انا ازاي اخلي النمبر simplest form؟ قال لي من الشروط بتاعت simplest form ان النمبر ما يكونش فيه روت في الدينومينيتور. ما ينفعش الدينومينيتور اللي عندي، يعني لو عندي 7 over root 3 ده نمبر ريل نمبر، ما ينفعش يكون في الدينومينيتور روت بالشكل ده. لازم الدينومينيتور بتاعي يكون انتجر. فانا محتاج اعمل له سمبليفاي من غير ما اغير الفاليو بتاعتي. قال الموضوع بسيط قوي. انت مين اللي مضايقك تحت؟ روت 3. طب ما تعملها ملتبلاي روت 3 اوفر روت 3. يا مستر ما هي روت 3 اوفر روت 3 ايكوال 1، انت كده كانك ما عملتش حاجه بالظبط. انا بحاول اغير شكلها من غير ما اغير الفاليو. يلا بينا واحده واحده. 7 ملتبلاي روت 3 ب 7 روت 3 اوفر روت 3 باي روت 3 بروت 3 باور 2، صح؟ ماشي، تعالى نحلها تحتها واحده واحده. 7 روت 3 زي ما هي اللي فوق، وتحت روت 3 باور 2 كنسل باور 2 مع الروت، يفضل مين؟ 3. بقت 7 روت 3 باور اوفر 3. 7 روت 3 اوفر 3. طب ما هو ده المطلوب. بقى النمبر شكله اتغير شويه، وبقى من تحت فيه ايه؟ انتجر. بقى من تحت فيه ايه؟ انتجر. اوكي، تعال ناخد another question. negative root 15 over root 5. يلا بينا، عاوزين نخلي الدينومينيتور انتجر، نعملها multiply root 5 over root 5. يلا معايا. نيجاتيف 15 ملتبلاي روت 5 بنيجاتيف 15 روت 5. تحت بقى روت 5 باي روت 5، انا عارف هتطلع روت 5 باور 2، والباور 2 كانسل الروت فيفضل لي 5. ممكن بس اعمل سمبليفاي صغير قوي. ال 15 ديفايد 3، ال 15 ديفايد 5 ايكوال ايه؟ 3. دي ايكوال 1، صح كده؟ يبقى نيجاتيف 3 روت 5. كويستشن كمان. انا عندي هنا 12 اوفر 5 روت 2. عاوز اخليها في السمبلست فورم، اعملها ملتبلاي ايه؟ ملتبلاي روت 2. انا عاوز اكنسل الروت 2 اللي تحت دي. اوكي، اعمل ملتبلاي روت 2 اوفر روت 2. 12 باي روت 2 ب 12 روت 2 عادي، وتحت ال 5 زي ما هي، وروت 2 باي روت 2 بروت 2 باور 2، صح؟ روت 2 باور 2. انت عارف الباور 2 بيكنسل الروت فيفضل لي مين؟ 2 بس. ماشي على مهلك خالص. يلا 12 روت 2 اوفر 5 باي 2 بكام؟ 10. فخلاص نكتب 10. ممكن بس نعمل سمبليفاي. ال 12 وال 10 هما الاتنين في تيبل 2. ممكن اعمل ده ديفايد 2 يطلع لي 6 روت 2، وال 10 ديفايد 2 ب 5.
باي ذا واي الكويشنز دي ممكن احلها بالكالكليتر، بس لازم تاخد بالك ان الكويشن ده لو جالي في السي كويشن لازم تعملها في ستيبس، فانت لازم تعمل له الستبس دي عشان يشوفها وبعد كده ايه تحلها. انت ممكن تتاكد كمان من الكالكوليتر. طب ماشي يا مستر، الكويشنز اللي فاتت دي كان الدينومينيتور في ترم واحد بس، فكانت الدنيا بسيطه. لو الاكسبريشن في 2 ترم في الدينومينيتور زي الشكل ده، 20 over 5 minus root 15. ماشي، انت نفس الكلام عاوز الدينومينيتور يكون انتجر، هتعمل ايه؟ تعمل ملتبلاي فراكشن، بس تعمل ايه بقى؟ ملتبلاي مين؟ هتاخد نفس اللي في الدينومينيتور ده بس تغير الساين اللي في النص، يعني بدل ما هي 5 minus root 15 هتخليها 5 plus root 15. الناحية تحت برضو 5 plus root 15. ركز معايا، من فوق هتعمل ال 20 multiply البراكت ده زي ما هو 5 plus root 15 زي ما هي بالظبط، متلعبش في حاجة. تحت بقى انا عندي 2 تيرم 2 اكسبريشن اهم، هما الاتنين فيهم نفس النمبرز بالظبط صح، بس باختلاف ايه؟ الساين. مش انت لسه متعلم فوق ازاي تعمل ملتبلاي ل 2 براكتس هما الاتنين فيهم نفس النمبرز باختلاف الساين؟ كنا بنعمل ايه؟ بناخد الاولاني باور 2 اللي هي ال 5 باور 2 ماينس السكند باور 2 اللي هو روت 15 باور 2. روت 15 باور 2 بكام؟ الباور 2 يكنسل الروت فيفضل لي 15 صح كده؟ على مهلك يلا. 20 براكت 5 بلس روت 15 من تحت 5 باور 2 ب 25. 25 minus 15 equal 10. 20 divide 10 equal 2 multiply bracket 5 plus root 15. يعني نعمل multiply بقى الأخير 2 by 5 ب 10 و 2 by root 15 ب 2 root 15. كده خلصت المسألة بتاعتي. تاخد تريك صغيرة، كان ممكن في سؤال السي لو جالك بالشكل ده كل اللي تعمله انك تكتب الخطوة اللي هي بالجرين دي صح كده، وبعد كده تحسب دوت على الكالكوليتور زي ما هو، هيطلع لك الانسر مظبوط. اوكي، مش لازم تعمل كل ده، ممكن بس تكتب الستep دي على على بايدك وبعد كده تحسب ده على الكالكوليتر. انت بس بتوضح لي ان انت عارف الستبس عامله ازاي، شكلها عامل ازاي، وتحسبها على الكالكوليتر. اوكي، انما لو كلها حسبتها على الكالكوليتر من الاول هتطلع لك الانسر صح، بس مش هتاخد درجات عشان ما عملتش ستبس. تاني 3 over root 5 plus root 2، عشان اعمل simplify عشان اخلي الدينومينيتور انتجر لازم اتخلص منه، فاعمل multiply نفس الدينومينيتور بالظبط root 5 minus root 2 وتحت root 5 minus root 2 وابدا احسبها. هتعمل ايه؟ تروح ماسك دوت كده وتروح كاتبه على الكالكليتر زي ما هو. اوكي، الانسر هيطلع لك بشكل عامل ازاي؟ انا هحسبها بايدي، يلا بينا. 3 root 5 minus root 2 لتحت هيبقى 5 باور روت 5 باور 2 ب 25 سوري ب 5 minus روت 2 باور 2 ب 2 و 5 minus 2 ده equal 3 و 3 هتكنسل مع 3 اللي فوق يطلع لي روت 5 minus روت 2. انت تعمل ايه بقى؟ انت مش تكتب كل الازرق دوت، انت هتعمل ايه؟ تعمل بس اللي باللون البيربل دوت وتحسب ده على الكالكليتر فيطلع لك الاجابه بالشكل ده. اوكي ماشي دي. تعال نكمل. في كويستشن بقى مهم بيجي لي كتير، تقريبا اخر فكره هنكمل بس اللي هي تعتبر بتكمل على الفكره اللي فاتت، ان هو يديني ايه؟ يجي يديني اكس ايكوال نمبر بالشكل ده والواي ايكوال نمبر بالشكل ده ويقول لي find the value of each of the following in simplest form. اوكي، عشان اقدر اشتغل في كويستشن زي ده لازم يكون الاكس والواي هما الاثنين في السمبلست فورم. الواي في السمبلست فورم لان الدينومينيتور بتاعها ما فيهوش مشكله، ما فيهوش روتس، الدينومينيتور ما فيهوش ايه؟ روتس. انما الاكس لا، ده الدينومينيتور فيه روت، فاول خطوه لازم اخد الاكس اعملها سمبليفاي. الاكس اللي هي 1 اوفر روت 3 بلس 2، هعملها سمبليفاي ازاي؟ بعملها ملتبلاي روت 3 ماينس 2 اوفر روت 3 ماينس 2 واروح ماسك ده كله كده وادخله على الكالكليتر واشوف الانسر يطلع كام واروح كاتبها هنا. هتطلع معايا، عايز اقعد احسبها على جنب، روت 3 ماينس 2 اوفر 3 ماينس 4 صح كده ولا ايه؟ يس اي ثينك يعني
3 minus 4 غير الساين. لحظة واحدة، يطلع ب 3 minus 4 تمام كده نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 هنغير الساين يبقى نيجاتيف، يبقى 2 minus روت 3. يبقى الإجابة هتبقى 2 minus روت 3. طبعا أنت هتحسبها على الكالكوليتر. أوكي يلا نكمل كده. بقى معايا الإكس ومعايا الواي. الإكس ب 2 minus روت 3 والواي بروت 3 بلس 2. دلوقتي أنت عاوز تفايند إيه بقى؟ نمبر 1 إكس بلس واي كل ده باور 2. يعني نحسبها على مهلنا. مين الإكس؟ براكت اهو زي ما هو. الاكس اللي هي 2 ماينس روت 3 بلس مين الواي؟ روت 3 بلس 2 كل ده باور 2. احسبه على مهلك. 2 بلس 2 4. نيجاتيف 3 بلس روت 3 راحوا مع بعض، فاضل لي ال 4 باور 2 اللي هي بكام؟ 16. طب اللي بعدها اكس ملتبلاي الواي اللي هي روت الاكس اللي هي مين؟ لسه حاسبينها اللي هي 2 ماينس روت 3 ملتبلاي الواي اللي هي مين؟ الواي اللي هي روت 3 بلس 2. ممكن تكتبها 2 بلس روت 3، لو غيرت الترتيب مش هيحصل حاجه. مش دول نفس البراكت بس باختلاف الساين؟ كنت باخد الاولاني باور 2 ماينس التاني باور 2 روت 3 باور 2. الباور 2 يكنسل الروت فيطلع لي ايه؟ 2 باور 2 4 ماينس 3 اللي هي بكام؟ 1. طب الاخير x باور 2 بلس y باور 2. مين الاكس؟ اللي هي 2 ماينس روت 3 باور 2 بلس مين التانية؟ الواي اللي هي روت 3 بلس 2 باور 2. ممكن تحسب دي على الكالكليتر بلس، تروح حاسب دي على الكالكليتر وبعد كده تعملهم كلهم بلس، مش هيحصل مشكلة. اوكي ماشي. وتعالى نشوف شوية كويستشنز تشوز مهمة برضو نكون عارفينها. يلا بينا، دي آخر كويستشنز عندنا. يلا بينا ركز معايا. هنحلهم ازاي هنا؟ طبعا انا عارف ان في بعضكم بيحب يجرب بالكالكليتر، ما عنديش مشكلة، بس تعالى احنا هنحاول نحلهم فهم بدماغنا. انا عندي هنا a plus root 5 equal 0. عاوز افايند الفاليو بتاعت ال a. طب ما نشتغل كأن عندي equation في a، عاوز اجيب ال a لوحدها وعاوز اتخلص من البلس روت 5. طب ما توديها الناحية التانية ماينس روت 5. 0 minus روت 5 equal نيجاتيف روت 5. يبقى ال a equal نيجاتيف روت 5. بس كده ببساطة دي. طب هنا ال a multiply root 2 equal 1. عاوز اتخلص من روت 2. ماشي، هو عامل باي ودي ايه؟ divide. يبقى ال a equal 1 over root 2. المشكلة فين؟ إن ده مش موجود في التشوز. أنت عارف ليه مش موجود في التشوز؟ عشان عندك روت في الدينومينيتور، أنت محتاج تعمله سمبليفاي. ممكن تدخل 1 over root 2 على الكالكليتور وتطلع لك simplest form على طول، أو تعملها multiply root 2 over root 2. root 2 هيفضل فوق عادي. root 2 اللي تحت multiply root 2 يبقى equal إيه؟ root 2 باور 2 اللي هي equal 2. يبقى الإجابة root 2 over 2. عشان الدينومينيتور لو روت لازم اعمل له simplify. تعالى هنا. what is the value of root 3 plus root 3؟ ماشي، apple plus apple equal to apple. root 3 by root plus root 3 ب 2 root 3. طب هنا a root 5 minus 4 root 5 equal 3 root 5 كأنها equation عادي. عندي هنا minus 4 root 5 ممكن اوديها plus 4 root 5. يبقى ال a root 5 زي ما هي اللي في الأول equal 3 plus 4 ب 7 root 5. دلوقتي عندك الروت 5 ده عامل ملتبلاي، ممكن اوديه الناحيه التانيه ديفايد. يبقى الايه زي ما هي 7 روت 5 ديفايد روت 5. ماشي، روت 5 ديفايد روت 5 ب 1 راحوا مع بعض، فاضل لك مين؟ 7. يبقى الايه ايكوال كام؟ 7. الكويستشن اللي بعده كويستشن 5. في كويستشن 5 بيقول لي 2 روت 3 باور n ايكوال 12. هنا الاحسن انك تمسك كالكليتور وتجرب تكتب ال 2 روت 3 على الكالكليتور، وفي خانه الباور تجرب مره تكتب 2 تشوف هتطلع بكام، ب 12 ولا لا، مره تكتب 3 وتشوف هتطلع بكام. اوكي. هنا اعتقد ان احنا هنعمل باور 2 هتبقى 2 روت 3 باور 2. ليه؟
عشان الباور 2 مع ال 2 يطلع لي 4، والروت 3 باور 2 الباور 2 يكنسل الروت يطلع لي 3، ف 4 باي 3 بكام؟ ب 12، يبقى تطلع n equal 2. question number 6 ده شبه question 4 قوي، ممكن تحاول تحله لوحدك. انت عندك الكيوبيك روت 5 هتوديها ماينس، وبعد كده 3 دي هتوديها ايه؟ ديفايد، تعرف تحلها زي نمبر 4. تعال نبص على بقى على اخر 2 question عندنا، ودول مهمين جدا. question 7 بيقول لي عاوز اجيب الاديتيف انفرس، وquestion 8 بيقول لي عاوز اجيب المالتيبليكاتيف انفرس. ماشي. ازاي بتجيب الاديتيف انفرس؟ additive انفرس بتاخد النمبر اللي هو مديهولك دوت، اللي هو 7 اوفر روت 7، تعملها ملتبلاي نيجاتيف 1. لما يطلب منك additive انفرس خد الحاجه دي اعملها ملتبلاي نيجاتيف ايه 1، هتطلع لي بايه؟ هتطلع لي نيجاتيف 7 اوفر روت 7، بس لازم اعملها سمبليفاي فتبقى روت 7 اوفر روت 7، دول هيطلعوا ب 7، كنسل مع ال 7 هيطلع لي بنيجاتيف روت 7. انت الكالكوليتور هتستعملها تخلص لك السؤال ده على طول. كل اللي هتعمله ايه؟ نمبر عاوز تجيب له الاديتيف انفرس، هتعمل ال 7 اوفر روت 7 ملتبلاي نيجاتيف 1، هيطلع معاك بايه؟ بنيجاتيف روت 7 على طول. طب المالتيبليكاتيف انفرس كل اللي هتعمله ايه؟ هتاخد الحاجه اللي عندك دي تعملها باور نيجاتيف 1، باور نيجاتيف ايه 1، حط لها كلها في براكت باور نيجاتيف ايه 1، هيطلع معاك بكام؟ هيطلع معاك ب 2 بلس روت 7، او روت 7 بلس 2، هي يوم additive inverse بتعملها multiply negative 1، multiplicative inverse بتعملها power negative 1. اوكي كده احنا عدينا على اغلبيه الافكار اللي بتاعت الليسون بتاعنا. خلي بالك ان الليسون ده والتو ليسون اللي بعده هم مكملين جدا لبعض، كل واحد فيهم بيشرح كام فكره بسيطه بس هم بيكملوا على بعض. ركز وذاكر درس بدرس. اوكي يلا قفلنا، يلا باي.